بدون فن سيكون مظلم. الكثير من الناس تضيع الوقت. قرر صوب في أوقات الفراغ بعض الابتكارات للحفاظ على البيئة. الأخطاء كاين اللي ما كيقطعش في ممر الرجلين وكاين اللي ما كينتبهش لإشارة المرور. فكنصح على دوك الآباء أنهم يهتموا بأولادهم أولا ثم أولادهم أولا. ميكروفون الصغار من تنشيط سعيد الحكيم. تحية طيبة لكم أصدقاء برنامج ميكروفون صغار. مرحبا بكم معنا هذه حلقة جديدة أطفال جدد، فأهلا وسهلا بكم. تحيات زميلي مبارك زماني في القماطر التقنيكي بعتها لكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا دائما كتتابعوا برنامج ميكروفون صغار كل يوم أحد ابتداء من 12:15، فأهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم هي حلقة طبعا مميزة في استضافة أطفال منظمة الكشفية التطوعي أو الكشاف التطوعي، ومعايا واحد المجموعة ديال الكشافة صغار تبارك الله عليهم جاو باش يشاركونا واقتسموا معنا الحديث. واكيد في كل حلقة تنكون مسرورة انه يكونوا معايا مجموعة من التلاميذ. علاش؟ لانهم كيكون عندهم افكار كنبغيو نقتسموها ويوصلوها لوليدات اخرين كيستمعوا لينا في البرنامج. غادي نرحب بادم، محمد، ماي، ريماس، رنيم وانير. مرحبا بكم معنا. غادي نبدا بك ادم، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. دايره ادم؟ لاباس عليك؟ لاباس كي داير مع القرايه؟ مزيان. نعم. انا اول حاجه كتلفت الانتباه ديالي هي هاد الشاره او هاد اللباس ديالك. شنو شرح لينا هاد اللباس هذا؟ هذا كيسميو الفولار، حيت هذا هو الرمز ديال المنظمه الكشاف. منظمه الكشاف. منظمه الكشاف. منين مسا وانت منخرط في المنظمه؟ منين مسا؟ شكون شجعك انك تدخل المنظمه؟ باباك هو اللي يشجعك؟ نعم تبارك الله عليك. تتقرا شي شويه ادم؟ شويه. شنو هما القصص اللي كتقرا؟ باش من لغه كتقرا؟ الفرنسيه، العربيه، شمن لغه؟ كنقرا بعض المرات العربيه والفرنسيه والانجلي. حتى الانجليزي كتقراها؟ نعم تبارك الله عليك. نمشي لعند محمد، اهلا وسهلا بك محمد. مرحبا. كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير. حتى انت في المنظمه ديال الكشفيه؟ بالطبع انا في منظمه الكشاف التطوعي. منظمه الكشاف التطوعي. شكون كان اللي شجعك باش انك تنخرط في المنظمه؟ خالي. نعم خالك هو اللي يشجعك؟ نعم. وقت الفراغ ديالك اكيد محمد كتمشي للكشفيه، والحيز ديال المطالعه كتقرا شي شويه؟ كنقرا. شنو الكتب اللي كتقرا؟ كنقرا قصص وكنقرا كتب الشعر. اش من نوع الشعر اللي كتقرا؟ شنو الشاعر المفضل عندك محمد؟ سي محمد بقاح الاستاذ تاعي في القسم. يعني تتقرا الاستاذ ديالك؟ كيعجبك الشعر يا محمد؟ يس. واش كتكتب شي شويه ولا غير كتقرا؟ كنقرا. نعم تبارك الله عليك. باقي كنتعرف عليكم. نمشي عند ماي. شكون سماك بعدا ماي؟ شكون سماك؟ سماني باباك اللي سماك ماي؟ نعم تبارك الله عليك. حتى انتي في المنظمه الكشفيه؟ منين مساونتي فيها؟ من البدايه ديالتها؟ نعم تبارك الله عليك. انا تنعرف بان منظمه الكشفيه كيكون فيها واحد درجات. ما عرفتش واش عندكم حتى نتوما في الكشفيه التطوعيه درجات؟ يعني الكراد ديالكم؟ اش من سلم وصلتي؟ اش من سلم؟ قائده. انت دابا قائده. تبارك الله عليك. الا طلبت منك شي رساله للاطفال اللي هما تيستمعوا لك اليوم، شنو تبغي تقول لهم؟ شي تحيه زوينه من عندك. انصحكم بالانخراط في الكشفيه لانها لها انشطه وخرجات كثيره وجميله.
غادي نرجعوا من بعد باش نعرفوا هاد الانشطه اللي هي كتميز الكشفيه. غادي نمشي لعند ريماس كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس. نتعرفوا عليك ريماس. شي تحيه زوينه من عندك الاطفال اللي تيستمعوا لك اليوم، شنو تبغي تقولي لهم؟ كنصحهم يدخلوا الكشفيه حيت غيستافدوا بزاف و غتنفعهم بزاف في الحياه ديالهم. غتنفعهم. هو كاع الانشطه اللي هي خارج الدراسه اللي تيملأ بها الطفل وقت الفراغ ديالو اكيد انها غتنفعو. منخرطه من شحال وانت منخرطه؟ من البدايه ديال النمو ديال الكشفيه. نعم هي كشفيه. نعم تبارك الله عليك. من غير الكشفيه شنو كديري في وقت الفراغ ديالك؟ كندير بزاف ديال الرياضات بحال لا ناتاسيون والتنس البوكس وبزاف بحالها. هادو كلهم واش تيعجبوك ولا كتمارسيهم؟ كيعجبوني وكنمارسهم اون طون كلهم. كيفاش كديري باش تخصي وقت البوكس، كتخصي وقت ديالك الرياضات الاخرين؟ واش كل نهار كديري رياضه معينه؟ انا بعد السبت والحد كنبقى ندير كل ساعه ولا ساعتين كنبقى نخصص الرياضه محدده. اذا كديري الرياضات ديالك في المنزل ماشي في النوادي؟ لا كنديرها في واحد النادي. نعم تبارك الله عليك. والرياضه راه هي مفيده جدا ياك؟ نعم تبارك الله عليك. ريماس غادي نمشي لعند رانيم. رانيم كي دايره؟ لاباس عليك؟ دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. رانيم كذلك انت في الكشفيه؟ نعم انا في الكشفيه من البدايات ديالها. من البدايات ديالها. انت في الكشفيه منذ البدايات ديالها؟ نعم. بديتي الكشفيه في نفس الوقت كتقراي، واش كتوفقي ما بين الدراسه ديالك والكشفيه؟ ايه الحمد لله، مع كنخصص كل الوقت ديالي كنفرقه باش نخليه ما ياثرش على الجانب الدراسي ديالي. نعم، واكيد انه اي حاجه تعلمتوها في الكشفيه الا كيكون عندها انعكاس ايجابي في الدراسه. نعم بالطبع. نعم تبارك الله عليك. تقراي شي شويه؟ عندك شي كتب المطالعه كتقرايهم؟ كنقرا العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه، اللغات صراحه كنقرا كاع اللغات، ولكن كنفضل العربيه حيت كتخلينا اننا نقراو على اللغه ديال القران واللغه ديال الدين ديالنا الاسلام. نعم تبارك الله عليك. غادي نمشي لعند انير. لاباس عليك انير؟ لاباس عليا شكرا. هذا الشريط اللي انت لابس ومعاه واحد الشاره فيها منظمه الكشاف التطوعي، هذه ضروري اللي من خارط انه يكون كيلبسها ياك؟ نعم لديها فوائد عديده. في المثل ولا مشيتي للصحراء وكاللجاج قدرتي ديرها فوق فمك باش تحميك من الرمله، ومازال ولا راه داك اللون الخضر في المثل ولا كنتي مضروب راه كاينين شي اشخاص راه عندهم عندهم لا فوبي ديال الدم، واللون الخضر ما كيخليش الدم يدوز. اذا قدرتي ديروه بحال شي بونداج ولا شي بونسمون. تبارك الله عليك. انا بعدا كاينه ما كنتش عارفه هذه المعلومه هذه انير. تبارك الله عليك وريتيني الفوائد ديال هذا الشريط. انا كنت كنشوفكم دائما تتبقاو كديروه على الكتف ديالكم، ولكن انا ما كنتش عارفه بانه هذا الشاره هذه ولا هذا الشريط هذا الثوب كتلبسوا بهذه الطريقه فيه هذه الفائده هذه. اذا انت منخرط. شمن درجه عندك في الكشفيه التطوعيه؟ انا شبل. اذا شبل درجه اولى. اذا يلا انت انخرطتي معاهم؟ لا، من التأسيس ديالها في 14 مارس 2024. نعم تبارك الله عليك. شكون شجعك انك تدخل ليها؟ في البدايه كان شجعني بابا. كانوا كيقلبوا الاباء ديالنا شي نشاط فين نتعرفوا حنا والاصدقاء ديالنا، نديروا شي نشاط يكون عندنا هويه باش ويعلمنا في نفس الوقت. والقائد اسماعيل جاتو هذه الفكره حيت هو ديجا كانت عنده اون اكسبيريونس على الكشفيه واسس لينا هذه الكشفيه. نعم تبارك الله عليك. الصديق ديالكم انير قال واحد الاشياء مهمه جدا. تكلم على الانشطه اللي ممكن اننا نلقاو فيها راحتنا ونتعلموا فيها، واكيد انه التعلم ما كيكونش غير في المدرسه. رجع عندك انير،
ما يمكنش المدرسه توفر لك كل شيء التعلمات، كاينين مكتسبات كيكتسبها الطفل. نعم، في المثال التنظيم راه ماشي المدرسة يقدر تعطي لينا لا باز، ولكن خصها ليك تجيب لا خصها ليك تكملها. في المثال بابا علم ليا عطيني واحد لا كمل ليا شويه، والكشفيه كملات ليا داكشي كاملوه. تبارك الله عليك. مازال معكم، وربما هذا هو الموضوع ديالنا اللي غنتكلموا عليه اليوم، هو شنو الانشطه اللي هي خارج المدرسه، شنو تتعلمنا الانشطه خارج المدرسه، شنو كتفيدنا، شنو كتعلمنا. مع هذا الفاصل وغادي نرجعوا لعندكم. مازال معكم أصدقاء برنامج ميكروفون صغار، مرحبا بكم معنا. هذه حلقة خاصة مع منظمة الكشاف التطوعي والأنشطة ديال الكشفية. شنو ممكن تعلمنا الكشفية، أو شنو ممكن يعلمونا بزاف ديال الأنشطة اللي هي اللي كتكون خارج المدرسة، كتعلمنا بزاف الأشياء. كنرحب بآدم، محمد، مايري، ماس، رنيم وأنير. هذا سؤال كبير نتسناو الجواب ديالو. نمشي عند محمد. الأنشطة خارج المدرسة شنو ممكن تعلمنا؟ المدرسة كتعلمنا القراية، تتربينا، تدير لنا حتى هي الأنشطة، ولكن كاينين أنشطة كيقدر يجتهد فيها التلميذ وينخرط فيها. كيف بحال الكشفية دابا المدرسة ما كتكملش لينا لافاز، ولكن كيخصك تكمل لافاز في شي موهبة أخرى تاعك تخدم، تعطيك الأساس في شخصيتك ياك. باش تتعاونك في القدرات تاعك. نعم. بالنسبة لك انت، شكون يعاونك في القدرات ديالك؟ شنو هي الحاجة اللي حسيتي بأنك تكمل الشخصية ديالك؟ ها المدرسة، ها القراية، ها التمارين، شنو هي الحاجة اللي كملت لك الشخصية ديالك وحسيتي بأنك كتشد واحد شي التوازن؟ محمد، المدرسة دارت لي نصف لافاز ولافاز الاخر كملته في الكشفية. كملتي في الكشفية، حسيتي بالراحة في الكشفية؟ نعم. نعم، هذه وجهة نظر محمد. شي جواب آخر؟ نعم. ريماس، رانيم. الكشفية كتعاوننا باش ننشروا القيم الطيبة في المجتمع، بحال التعاون والمسؤولية والاحترام، كما أنها كتعاوننا باش نطوروا المهارات ديالنا في القيادة وفي العمل الجماعي. كما وختاما كتساهم في المساعدة ديالنا في مساعدة المجتمع عبر الأنشطة الجمعوية اللي كتعاوننا باش نتلاقوا مع الناس ونتفاهموا مع المجتمع ديالنا. نعم، زوينة هاد الجمل اللي قالت الصديقة ديالتكم. كملت الشخصية ديالتك، حسيتي بأن كاين واحد التكامل ما بين الدراسة ديالتك وما بين العمل التطوعي اللي هو عن طريق الانخراط ديالك في الجمعية في الكشفية؟ عاونتني بزاف، ملي خلاتني انني نولي نخرط مع الزملاء في القسم ديالي، ماشي كما كنت شحال هادي، حيت كنت انسانه ما كندويش بزاف. ملي ما كنتيش اجتماعيه. ما كنتش اجتماعيه. ملي نخرط في منظمه الكشاف التطوعي عاونتني نولي نتعرف على الناس، وكيفاش نبدا زعما نشكل اصدقاء ديالي، وليت كندوي مع الناس، وليت كنتعاون كنعاون كلشي. ربما تعرفتوا على بزاف ديال الظواهر في المجتمع، وتعرفتي على كيفية العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي، وكيفاش نعاونوا من خلال الأنشطة اللي كنتوا كتنظموها. كانت كتعلمنا هاد الأنشطة كيفاش نكونوا من راسنا واحد لا بيرسون اللي غتعاون المجتمع ديالها، كونوها فرد من هاد الدولة. تبارك الله عليك، كلامك جميل جدا. شي جواب آخر؟ شنو حاجة اللي تتكمل الشخصية والأنشطة خارج؟ نرجع لعند أنير. خارج المدرسة، خارج الدراسة، خارج التمارين، كاينين نوادي، كاينين أنشطة كتكمل الشخصية واللي تيبقى فيها شخصيته. أنير فاش لقى الشخصية ديالته؟ انا الصراحه لقيتها في جوج حوايج. لقيتها في الرياضه كتعلم لك الاخلاق، كما قدرنا نشوفوا في اللاعبين في كرة القدم، قدرنا نشوفوهم عطاو صورة جميلة جدا للبلاد ديالنا. والحاجة الثانية اللي كملت لي الشخصية هي الكشفية دابا تعرفت عليها. في الاول كنت خايف الدراري يضحكوا عليا ولا شي حاجه بحال هكا، ومن بعد تعرفت ولفت الدراري، ولفت نولي شخص كيهضر مزيان لقيتي اصدقاء جدد؟ نعم، لقيت اصدقاء جدد. نعم، تبارك الله عليك. أنير غادي نعاود نرجع لعندك. شي جواب آخر؟ نمشي لعند آدم.
ادم، شنو اللي كمل الشخصيه ديالتك؟ كان كيكمل الشخصية تاعي كاينه المدرسه، كاين التمارين، كاين القرايه، كاين انشطه اخرى. الكشاف، واش حسيتي براسك لقيتي كاع داكشي اللي تتبغي في الكشفيه؟ حسيت براسي بهاك شوية تمارين. كانت المدرسة كيعطوني النقاط بحال هكا. الكشفيه شنو تعلمتي منها؟ تعلمت الخجل وما بلا ما نخجل انا ما نحشم. تعلمتي الجرأة، تعلمتي تكون اجتماعي، تعلمت نكون اجتماعي. درتي شي اصدقاء بزاف شويه، انسجمتي معاهم؟ كان عندي بزاف انا انسجمت معاهم. وبالنسبه للانشطه ادم اللي كدير المنظمه عندكم، كتنخرط فيها، كتمشي الانشطه اللي كيديروا؟ كنمشي تبارك الله عليك. كنت غادي نمشي لعند ماي. بالنسبه لك ماي، شنو هو الجواب ديالك؟ شنو الاشياء اللي خلات تحس ماي بتكامل الشخصيه ديالتها والراحه ديالتها؟ خلاتني نكمل. ما كنتش انا كنجم، ما كنتش كنهضر بزاف، ومني دخلت الصراحه انا كنت كنحشم. اول مره مني دخلت كنت كنحشم بزاف، ومني بقى نهار الاول والثاني والثالث صافي ولفت بزاف الكشفيه ودرت اصدقاء كثيره حسيتي بالراحه النفسيه بزاف. نعم. هاد المعلومات اللي جايبه معك، شنو هما المعلومات اللي جايبه معك هنايا ماي؟ المعلومات كتهضر على زعما على داكشي كيفاش الكشفيه مني معاش بدات، الاهداف ديالها. الصديقه ديالتكم عطاتنا واحد مجموعه من النقاط اساسيه، التكامل، الانخراط في المجتمع، هذه كلها اشياء هي الاهداف ديال الكشفيه. ريماس شنو ممكن تضيفي لنا ريماس؟ الكشفيه فيها بزاف ديال الانشطه بحال المعسكرات والمخيمات والكشفيه وحتى الحفلات الانتقال والقبول. نعم. شنو هما الانشطه اللي كديروا في الكشفيه؟ من مجمل الانشطه اللي كديروا، كاين انشطه كثيره درتوها، ولكن عطيني شي نشاط حسيتي به بانك عطيتي فيه وحسيتي براسك بانك في صلب المجتمع، شي نشاط عجبك، فهمتي فيه بزاف الاشياء. فاش مشينا للغابه ودرنا واحد النشاط بيئي باش نجمعوا الازبال اللي كيرميوها هذوك الناس اللي ما كيحترموش البيئه، وجمعناهم بزاف. هذه مبادره مزيانه انكم تجمعوا الازبال. الحفاظ على المحيط البيئي راه واحد من الاهداف ديال الكشفيه. نعم. اكيد عندكم شي شعار. رانيم، عندكم شي شعار في الكشفيه؟ كاين واحد الشعار كلكم كديروا لي اشاره. انير، شنو هو هذا الشعار هذا؟ شنو الاهداف ديالو؟ دابا كندير واحد العلامه، الاولى كتعني الواجب تجاه الله، الثانيه كتعني الواجب تجاه الوطن، الثالثه كتعني الواجب تجاه الآخرين، وكاينه وحده أخرى كتعني الكبير يحمي الصغير والصغير يحترم الكبير. هادو زوينين. هذا شعاركم ياك يعني، هذا الشعار ديال الكشفيه. وكنديروا بزاف النواشيد، كلهم عندهم قيمه خصنا لينا نخرجوها. بحال في القسم اللي كيعطي لنا الاستاذ شي نص كيعطي لنا شنو هي الفكره العامه، حنا كنديروا بحال هكاك ولكن في راسنا. مثلا كنحفظوا في شي نشيد ومن بعد كنستخرجوا الفكره العامه وكنطبقوها. هذا الشعار اللي قدم الصديق ديالكم انير، فهمتوا المعنى ديالو؟ واجب نحو الله، نحو الوطن، نحو الآخر. عطيوني شي معنى من هذا الشيء كامل اللي قال. هذا الشعار هذا كل واحد نخرجوا منه معنى. غادي نمشي لعند محمد. نعم. الشعار بالنسبة كاينين فيه 3 كيف ما قال انير. الله، واجب نحو الوطن، واجب نحو الآخر. عرفتي الواجب نحو الآخر شنو هو؟ تحترم الآراء تاع الآخرين. يعني مهما ناقشت معك ولكن كيبقى دائما بيننا احترام. نعم. مهما اختلفنا. نعم. ريماس، نعم، شنو الإضافة ديالك؟ أول حاجة الواجب نحو الوطن هي المواطنة، وأننا تحلي بقيم المواطنة. وأننا نكونوا نحترموا، الواجب نحو الآخرين هي نحترموا حقوق الآخرين، ونكونوا متفارضين في بعض
مع بعضياتنا، وايضا اننا نحترموا احترام الاخر هو كيجمع كل شيء هذا الشيء. نعم. ماي شي اضافه اخرى؟ شنو فهمتي من هذا الشعار؟ هذا الشعار شنو فهمتي؟ واجب اتجاه الاخر. واجب تجاه الآخر هي احترام الآخرين، خصوصا في القسم احترام الزملاء، احترام الأساتذة، كاع اللي كيعيشوا معنا في هذا المجتمع خاصنا نحترموهم. تبارك الله عليكم. في الحقيقه الكلام معكم جميل جدا، ولكن قبل ما نختم معكم حلقه اليوم غادي نخلي لكل واحد فيكم كلمه مفتوحه فيها جمله موجهه للاطفال اللي تيستمعوا لنا اليوم. تكلمنا على القيم، وتكلمنا على الواجب، وتكلمنا على الكشفية. شنو تبغيو الرسالة مفتوحة لعند الأطفال؟ غادي نشوف معك رانيم. كما كنشوفوا هذا الايام بان الاغلبيه ديال الاطفال منشغلون الاجهزه ديالهم، التليفونات، البيسيات. هادشي اللي كيخلينا كنكونوا منغالقين على ريوسنا وما كنشوفوش في المجتمع. لذلك انصح التلاميذ باش انهم ينخرطوا في شي كشفيه، يديروا شي انشطه موازيه اللي غتخليهم ينفتحوا على المجتمع، واللي غتخلي الفكر ديالهم يتنمى، ويخليهم يتعرفوا على الدول، يعرفوا التقاليد، ويحفظوا الاناشيد، يعرفوا. تبارك الله عليك. الصديقه ديالتكم قالت واحد الجمله مهمه جدا، هو انه الاطفال التلاميذ هاد الايام كل شيء منغالقين على راسهم بوسائل التواصل الاجتماعي. الا حيدنا وسائل التواصل الاجتماعي غنشوفوا المجتمع مزيان، ياك؟ هي ماشي بالضروره، حيت كاينين ايجابيات وسلبيات لهاد الوسائل التواصل الاجتماعي. غير على الاطفال انهم يكونوا حريصين في الاستخدام ديالهم في هاد الاجهزه. خاص مثلا يخليو الوقت الفراغ ديالهم الاغلبيه ديالو يديروا انشطه، يختارعوا. كاينين بزاف ديال الوسائل باش انك يخرجوا من نفوسهم هذاك الابداع. يخرجوا الابداع، حيت هاد الايام ما كنلقاوش الابداع عند الدراري الصغار. نعم، هذه وجهه نظرك. تبارك الله عليك. انير، شنو رايك في هادشي اللي قالت صديقه ديالكم؟ بصح خاص الوليدات يوقفوا شي شويه هاد لي سوشيال ميديا. صحيح، ولكن عنده فوائد كما قلت وسلبيات. في المثل ولا بغيتي دير شي بحث في المدرسه، ما خصالكمش تحيدوا كاملين، ولكن استعملوه افيك موديراسيون. وكنحكم تجيو عندنا في الكشفيه باش تعلموا شويه الحوايج، شويه عندنا مجموعه من الانشطه، عندنا ثقافيه، بيئيه، بزاف. نعم، تبارك الله عليك انير. كلام ديالك جميل جدا واضح. ريماس. نعم. عندي واحد الكلام بغيت نقول على داكشي اللي قال الصديق ديالي انير، ان خاص الاطفال هما اللي انهم بالواجب ديالهم انهم يستعملوا الاجهزه الالكترونيه افيك موديراسيون و ابونيسيون، باش انهم يستعملوهم لشي حاجه اللي غادي تنفعهم، ماشي شي حاجه اللي غادي تضرهم. ومره انهم يخليوا وسائل التواصل الاجتماعي ويشوفوا العالم، يشوفوا العمل الجمعوي، يشوفوا النوادي، ينخرطوا فيها، وهكذا كيبنيو الشخصيه ديالهم. ياك؟ تبارك الله عليك. ماي. كنصحكم مع زملائي بالانخراط في الكشفيه، حيتاش هي كتنميكم وكتخليكم تبعدوا على داكشي الخطير وداكشي اللي كيسبب لكم في امراض خطيره في الجسم ديالكم. ودوك الانشطه كيساعدوكم بزاف باش زعما ديروا شي حوايج، تحيدوا داكشي اللي كتبقاو، حيتاش بحال هكا الا بغيتو تستعملوا دوك الاجهزه الالكترونيه ما خاصكمش تبقاو كتستعملوها بزاف المرات. بحال هكا خرجوا، استكشفوا العالم، خليو داكشي اللي كيبرزتكم بحال هادشي. تبارك الله عليك. نمشي لعندك محمد بسرعه، شي كلمه. كان بينصح الأطفال اللي كيلعبوا الألعاب والهواتف، كيلعبوا دي فيديو، وما يبقاوش يلعبوهم بزاف، يمشيو
يديوها في الدراسة تاعهم ويخدموا ويمشيو ويقلبوا على شي نوادي ينخرطوا فيهم باش يكملوا الشخصية تاعهم. ولأن حتى الهاتف عنده إيجابيات وسلبيات. الهاتف يقدر يعاونك في الدراسة تاعك ولأن هو بعد المرات كيشغلك وهادشي باش خايب. نعم، تبارك الله عليك. آدم، شي كلمة مفتوحة، شي نصيحة، شي فكرة؟ أنا كنصح الأطفال اللي فيهم الخجل، خاصهم باش حيت الا كانوا فيهم خجل ما يديروا والو، يقدروش يكونوا منفتحين في المجتمع. وشنو باش يحيدوا هذا الخجل؟ الطفل اللي عنده خجل زائد عن اللزوم وخاصو يحيدو، شنو خاصو يدير؟ خاصو يحاول غادي يدير شي حاجه، يدخل شي نادي، شي جمعيه. يدخل شي. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك آدم، محمد ريماس ورنيم وأنير، تبارك الله عليكم. كشفية تطوعية، شكرا لكم شاركتوا معايا اليوم برنامج ميكروفون صغار. فكرة كانت معكم جميلة جدا وحلقة كانت زوينة بزاف. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية والتفوق في الدراسة. نهاية هذه الحلقة لكم تحية سعيدة الحكيمي مبارك زماني. بسلام عليكم. عالم بدون فن سيكون مظلم. الكثير من الناس تضيع الوقت. قررت في أوقات الفراغ بعض الابتكارات للحفاظ على البيئة. الأخطاء كاين اللي ما كيقطعش في ممر الرجلين وكاين اللي ما كينتبهش لإشارة المرور. فكنصح أنا دوك الآباء أنهم يهتموا بأولادهم أولا ثم أولادهم أولا. ميكروفون الصغار من تنشيط سعيدة الحكيمي.